السلام عليكم ومرحبا بكم معنا من جديد. في هذا الفيديو غنشوفوا آخر مستجدات ملعب البريد بالرباط اللي كيعرف واحد التقدم كبير في الأشغال في الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالأرضية، الشاشات، الكراسي والسقف. نبداو أولا من الأرضية. كاين تقدم كبير في العمل اللي كيتم على الأرضية ديال الملعب. كاين ما يناهز نصف الأرضية تقريبا تم الانتهاء من الأشغال عليها، وكاين شغل مكثف باش يتم استكمال نصف المتبقي. الأرضية ديال الملعب غيتم التجهيز ديالها بشكل دقيق باش تكون مناسبة لجميع المباريات. الأشغال على الأرضية كتطلب معايير عالية ودقة كبيرة باش تكون الأرضية مريحة وآمنة للاعبين، وحاليا الأرضية بدات كتوصل للمراحل الأخيرة قبل تثبيت العشب. أما بالنسبة لتركيب شاشات العرض، تم تركيب الشاشة الأولى بشكل كامل، وجميع أجزاء الشاشة تم تجميعها بنجاح وهي جاهزة الآن للعمل. أما بخصوص الشاشة الثانية، هي كذلك بداو في التركيب ديالها على الهياكل المخصصة لها. الفريق المشرف على الأشغال كيعمل بأقصى سرعة باش يتم تركيب هذه الشاشة في أقرب وقت ممكن. هاد الشاشات غادي تكون من ضمن التفاصيل اللي غادي تعطي قيمة إضافية للملعب، سواء المشجعين اللي غادي يحضروا المباريات أو حتى الفرق المشاركة. الجانب الآخر المهم في بناء الملعب هو تجهيز المقاعد أو الكراسي. في الملعب ديال البريد الكراسي أصبحت جاهزة تقريبا، ما بقى إلا بعض اللمسات الأخيرة ديال التركيب. فيما يخص السقف ديال الملعب، فهو الآن في المراحل الأخيرة وباقي فقط بعض اللمسات في مناطق مختلفة قبل ما يتم تغليف السقف بشكل نهائي، اللي كيكون أحد العناصر الأساسية في التصميم غادي يوفر حماية كبيرة للجمهور واللاعبين ضد العوامل الجوية. في المجمل، ملعب البريد بالرباط كيبان أنه في الطريق الصحيح باش يكون جاهز في القريب. الأشغال الأخيرة كتمشي على قدم وساق، والتجهيزات الأخيرة بدات كتبان باش يكون كل شيء جاهز لاستقبال الأحداث الرياضية القادمة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتخليوا لنا الرأي ديالكم. واش كتشوفوا بلي هذا الملعب غيكون أحسن ملعب في المغرب من هذا الحجم المتوسط؟ ونتلقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله مع ملعب آخر من ملاعب المغرب. إلى اللقاء.